أهلا بيكم في الأسبوع الرابع والأخير من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. وصلنا للحلقة ال 22 هنتكلم فيها عن الصدمة. الصدمة من أخطر الحالات الطارئة اللي ممكن تحصل فجأة، وفي دقايق قليلة ممكن تتحول لحالة تهدد الحياة لو متعاملتش معاها بسرعة وبشكل صحيح. في البداية خلينا نعرف إيه هي الصدمة. الصدمة هي هبوط حاد في الدورة الدموية في الجسم، وده بيمنع وصول الدم والأكسجين بشكل كافي للأعضاء الحيوية. ومن أشهر أسباب حدوثها فقدان كمية كبيرة من الدم، زي حالة النزيف والأزمات القلبية وفقدان السوائل والأملاح الشديد والحروق الكبيرة والحساسية الشديدة والصعق الكهربائي. ومن علامات وأعراض الصدمة شحوب الوجه وبرودة الجلد أو رطوبة الجلد، إحساس بعرق ورعشة وسرعة في التنفس والنبض، الشعور بالدوخة أو الضعف والقلق والاضطراب وعطش شديد، وقد يفقد المصاب الوعي في المراحل المتأخرة. طب نتصرف إزاي؟ أول حاجة تعملها اتصل بالإسعاف فوراً، وتخلي المصاب يستلقي على ظهره وترفع رجله من 30 إلى 60 سنتي. لو ما كانتش في إصابة تمنع كده، وحافظ على دفء المصاب بتغطيته، وتابع التنفس والعلامات الحيوية، واوعى تديله أكل أو شرب. وفي نهاية الحلقة حابين نقولك أي مصاب شاحب وبارد وعرقان بعد إصابة تعامل معاه كحالة صدمة حتى يثبت العكس. استنونا بكرة في حلقة جديدة، وما تنساش تشارك الحلقة، يمكن توصل لحد محتاجها.